السلام عليكم. تخيل معايا يكون الراجل كريم بحال البحر ومراته بخيله كتشوف الزيت بحال الذهب، ولكن هذا الراجل عليه ما يصبر وغيبتكر واحد الحيله ذكيه باش ما يجرحش مرته وغيخليها تعرف معنى ديال الكرم. وفعلا غتنطالي عليها هذه الحيله وغتولي سخيه وتماكلتها غتولي بنينه، ولكن ما غدوش بزاف وغيبلغ معاها البارد وغتعرف شنو وقع وغترجع لعادتها القديمه. وهنا كيتولد داك المثل الشعبي القديم ديال حليمه عادت لعادتها القديمه. بقى معايا باش تعرف القصه من الاول حتى التالي. مرحبا بكم. في واحد الوقت من الاوقات كانت واحد السيده سميتها حليمه، كانت معروفه تخيله بزاف، واخا يكون عندها الزيت كانت لا بغات تكب الزيت في الماكله يديها كتبقى ترعد وكتبقى تحاول دير هي نقطات. الماكله كانت كتجيها باسله، كانت كتجي ناشفه، عيا راجلها مسكين ما يصبر، عيا ما يحاول معاها، عيا وما يهضر معاها والو. وكان راجلها عزيز عليه الدهماني، عزيز عليه المرقه، عزيز عليه الشهوات. كان بالعاني اي عراضه اي مناسبه كان كيمشي الناس في الدوار عارفينه وعارفين القصه ديالو. كل واحد كينصحو بكلمه، مع العلم ان كان هذا الراجل كان كريم حاجته ماشي ديالو وكان كيدير الخير وما كانش راضي بهذا الشيء، ولكن كان كيبغي مرته. عليها غيبتكر واحد الحيله ذكيه باش ما يجرحش مرته، وهي هذيك باش يشبع شويه في كرشو وياكل داكشي اللي بغا. واحد النهار في الجمعه غيدخل عيط لها: حليمه حليمه جيت تسمع. قال لها: الفقيه في الخطبه قال ان اللي كيدير الزبده والزيت في الطياب بزاف ان ربي كيطول له في عمره، وان داك الزيت ولا داك الزبده كتدخل لجسم الانسان وكتنعشو وكتعاود له داكشي من ازيرو، وداك الزيت ولا الزبده كتمشي للبشره ديال الناس واكثر هي العيالات وكتعاود تفتحها لهم وكتعاود البشره كتجدد. مراتو بقات كتشوف فيه وكتسمع، عجبها الحال. مراتو مازال باغا تعيش، مازال باغا تشوف راسها زوينه. قالت له: ياك؟ قال لها: يا هادشي اللي سمعت دابا في الخطبه. قالت له: صافي. ومن داك الساعه مرتو بدات كدير الزيت في الطياب، كدير الزبده، كدير داك الشيء. راجلها عجبو الحال وعاودها الناس والناس فرحوا وعجباتهم القصه، ولكن الفرحه ديالو ما غدومش بزاف. حليمه غتوصلها تنقنيقه شنو دار راجلها وغيبلغ معاها البارد. وتعرفوا واحد النهار راجلها دخل للدار وحطات له الغدا، داكشي ما تاكلوش لله، داكشي ناشف. قال: شنو هادشي حليمه؟ علاش ما درتي له الزيت بزايد؟ قالت له: لا. قالت له: انا شنو غندير بالعمر ولا بالزين ولا مشات لي الزيت وما بقاتش؟ راجلها استغرب وبدا يضحك. عارف هنا حليمه انها رجعت لعادتها القديم، خرج بحالاته وعاودها لصحابه وبداو يضحكوا. وهنا غنطلق داك المقوله المشهوره ديال حليمه عادت لعادتها القديمه. وهذا المثل ماشي مثل مغربي معروف ولا مثل شعبي، هادشي معروف في الوطن العربي كامل. وهذه المقوله معروفه فين ما مشيتي في الوطن العربي. في الشام كاينه واحد القصه معروفه تمايا ديال واحد السيده هي اللي عند والديها وكانت كتخرج الغنم اعزكم الله تسرح بهم، هما كاينين حدا الواد باش ما يمشيش داك الغنم شي واحد يطيح في الواد ولا شي حاجه. كتطلع الفوق جيت واحد الجبل وكتخلي تما داك الغنم يرعاو، وهي كتجلس كتبقى تغني، كتبقى تغني بواحد الصوت مرتفع كيسمعوها الناس. كتكون راجعه كيقول لها: بنتي بشويه، بنتي بنتي. مشاو تشكاو لوالديها هضروا معاها والو، اللي في راسها في راسها وطارت معزه. عاوتاني كتطلع كتغني بربي اللي خلقها. ضربات شهرين على هذا الحال. الله غدا كتطلع كيشوفوها الناس ماشي بداك الغنيمات كتحطهم ما كتغني ما والو. داز نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث. الناس قالوا البنيته بدات تكبر في دماغها، البنيته غوتوا عليها والديها. صافي شاف داك الشيء حامض ما مسلكش، فرحوا الناس. الله ما بقاوش كيتهجوا، اللي كيصبح ناعس راه ناعس، واللي كيخرج كيرعى حتى هو ولا يدير شي حاجه تهنى. ضربات السيمانه بالضبط البنت ولات عاوتاني طلعت وكتغني بربي اللي خلقها، كتغني بربي اللي خلقها. واحد السيد دايس كيعلي راسو كيشوفها كتغني، رجع بحالته للدوار كيقول لهم:
حليمه عادتها القديمه، حليمه عادتها القديمه. وحليمه سيادنا علاش وقفات في داك السيمانه؟ على حسب ما كيقولوا كانت مرضات من حلقها ومبقاتش كتقد تهضر، وحلقها بحاح عليها ما غناتش في داك السيمانه، ومور داك السيمانه رجعت معاهم حروبات. وهنا سيادنا القصه الثانيه ديال حليمه. وكاينه عاوتاني واحد القصه صغيره كيقولوا حتى هي انها حقيقيه ديال حليمه عادت لعادتها القديمه. ان واحد البنيته صغيره اعزكم الله كتبول في الفراش ديالها، وتقريبا كل نهار عياو مع والديها، داوها للطبيب، داوها للفقيه، والو والو، كيقطعوا عليها الماء قبل ما تنعس، هكاك والو. بدات البنيته كتكبر شويه بشويه، وداك الشيء كينقص، ماشي يوميا، سيمانه، 15 يوم. وخا البنيته كبرات ودخلت للمدرسه بقى كذلك. ولكن تبارك الله داك البنيته كانت زوينه في صفه الله، كانت محبوبه، كدير دي جيست لي مزيونين، ولكن ديفو واحد اللي فيها كدير داكشي في فراشها. كبنات البنت وتخطبات، وفي ليله العرس ديالها البنت جاو الناس وجاو داكشي، البنت ما بغاتش تخرج. العائله ديال والديها شنو تما؟ علاش البنت ما بغاتش تخرج؟ شي حاجه تما. والعائله ديال راجلها كذلك، مالها ما خرجاتش، مالها ما خرجاتش، مال حليمه، مال حليمه. دقوا عليها، دخلت امها كتلقى انها متزقه كلشي وحشمات تخرج. حلات امها الباب، خرجات، كلشي كيسولها مالها مالها مالها. دارت عند عائله ديال باها باش ما توقعش شي مشكل ولا شي حاجه، قالت لهم حليمه عادت لعادتها القديمه. العائله ديال با فاهمين الفيلم، بداو يضحكوا. عائله راجلها استغربوا، ما فهموا حتى شي حاجه، باغي البنت هما بداو يضحكوا كذا على البنت ما قادت حالتها وخرجت عندها. وهنا سيادنا بعد المستلطفات اللي مزاونين اللي بغينا مره نبقاو نديروا لكم بحال هكا قصص صغيورين على المعاني، على الامثال التراثيه الشعبيه. وهنا سيادنا راك تعرفوا شي وحده بحال حليمه، صيفط لها هذا الفيديو باش تفهم راسها. وما تنساوش ديروا لنا جيم الا عجبتكم هذه الحلقه واشتراك. والى هنا وتنتهي حكايتنا. كان معكم سيناس، الى اللقاء.